طبعا من دقايق قليلة وكيل علي معلول أعلن رحيل اللاعب عن النادي الأهلي عشان يرفع الحرج عن الإدارة، لأن طبعا في الأيام الأخيرة في مشكلة ما بين الإدارة وما بين كولر، لأن كولر مش عاوز علي معلول والإدارة متمسكة بعلي معلول، وكولر شايف إن علي معلول خلاص دوره انتهى مع النادي الأهلي ومش هيقدم جديد مع النادي الأهلي. طبعا أنا طول الفترة اللي فاتت بدافع عن كولر ومقتنع بيه جدا كمدرب، أنا شايف إن هو واحد من أفضل المدربين اللي جم في تاريخ النادي الاهلي، ولكن طبعا انا ضده في القرار دوت، لان لو كنت عاوز تستغنى عن اي لاعب اجنبي عشان عندك مشكله في عدد الاجانب المحترفين في النادي الاهلي، انا لو بايد القرار كنت هستغنى عن يحيى عطيه الله، لان يحيى عطيه الله امكانياته الفنيه كويسه لكن مش زي علي معلول. علي معلول افضل فنيا كتير جدا من يحيى عطيه الله، حتى لو فرق السن وفرق المجهود البدني مش لصالح علي معلول، لصالح يحيى عطية الله، ولكن الامكانيات الفنية بتاعة علي معلول افضل بكتير جدا من يحيى عطية الله، ويبقى كريم الدبيس بديل لعلي معلول او يلعب اساسي شوية على علي معلول، لانه لاعب مبشر ولاعب عنده امكانيات كبيرة واظهر شخصية في الفترة الاخيرة وقدم مباريات كبيرة جدا مع النادي الاهلي، ولاعب عنده مستقبل كبير جدا مع النادي الاهلي. فانا ضد كولر في القرار دوت بكل المقاييس، لان طبعا علي معلول عند جماهير النادي الاهلي وحتى عند اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب لعيب غالي جدا على قلوبنا، وانا اشهد له ان هو افضل اجنبي جه في تاريخ النادي الاهلي وافضل ظهير ايسر جه في تاريخ النادي الاهلي، ورحيله صعب جدا على جماهير النادي الاهلي، لان الراجل دوت قدم كتير جدا للنادي الاهلي وقدم بطولات كتيره جدا للنادي الاهلي، واشهد ان هو ما قصرش في نقطه عرق من اجل النادي الاهلي. ولكن في النهايه احنا ما نقدرش نعمل حاجه، هي دي الكوره قدر الله ما شاء فعل. خلاص علي معلول خارج النادي الاهلي، اتمنى بقى لعلي معلول ان هو ربنا باذن الله تعالى يكرمه بنادي يتالق فيه وواصل فيه استمراريته. كنا نتمنى ان هو يعتزل في النادي الاهلي، لان بنعتبره واحد من ابناء النادي الاهلي وواحد من كباتن النادي الاهلي العظام وواحد من افضل اللعيبه الاجانب اللي جت في تاريخ النادي الاهلي. وفي النهايه اتمنى من اداره النادي الاهلي، وانا عارف ان النادي الاهلي هيعمل كده من غير تمني ولا حاجه، وخصوصا الكابتن محمود الخطيب لانه بيقدر علي معلول جدا، فاتمنى ان الكابتن محمود الخطيب يكرم علي معلول بكل الطرق الممكنه سواء ماديا او معنويا، وان هو يعمل له حفله كبيره في التتش ويسمح بدخول جماهير النادي الاهلي عشان تكرم علي معلول في اخر يوم ليه مع النادي الاهلي، وتكون واحده من افضل واكبر التكريمات في تاريخ النادي الاهلي، لان علي معلول يستحق كده ويستحق اكتر من كده بكتير بسبب كل اللي قدمه للنادي الاهلي في السنين اللي فاتت.